السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الفل للناس الكل. خليك نملة وكل سكر. كيف؟ أقول لكم كيف. خليك نملة صغيرة أما تصير تطلب الله في مكان لا تبينش إنك مدري من. خليك نملة وكل سكر. ادخل بين الناس تعلم ولا تبينش إنك العالم. خليك نملة وكل سكر. لا تبين لي مش إنك الذي قد تعلمت وإنك الذي قد شربت الشغلة. لا، خليك نملة وكل سكر. أيضا لما تدخل سوق بين منافسين لا تبرش عضلاتك، لا تبرش عضلاتك ولا تقول بشرى سارة حطمنا الأسعار. لا، لأن الثانيين عدروا بكم بتبيع ويفعصوا. خليك نملة وكل سكر. يقولوا أنت ما بتطرحش السعر ويقولوا أنت لا 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 لا. خليك نملة وكل سكر. بسر أن أطرح طاقتك الحقيقية. خلي طاقتك فيك وطرحها في المكان المحدد. يعني اصبر. بسر الزمن هذا اشتري يصير له عنده. هذا القريب فيها زباين تنزل له عندهم. أنا كنت أفعل حركات بس أقول لكم ولا ما فيش داعي. مرة من المرات قال لي تحدك يا عيني تدخل بقعة الفلانية تفعل مضخات. خلتني الله أول ما هو ضخم. قلت تحدوني. خليك نمل وكل سكر. ما بينش نفسي جنب الحيتان لأن الحيتان الكبار ذي كانوا ينافسوا كبار فلان الحوت الأزرق والحوت العمراني والحوت الصنعاني كلهم معهم مضخات ومعهم ألواح. كيف تفعل بين الحيتان هؤلاء؟ سرت أديت جواكت وفعلت هذا الشعار في الجواكت مش في اليلاقات. جواكت أيام البرد. أيام البرد هذه ملط. وبعدين بنسأل المقاوته منهم أكبر ناس معاهم جربقات. والمقاوت قال لي فلان الفلاني ده كم قاوت معطي لنا. قلت شدي لكم جواكت البسوهن وخرجوا لبسوا الرعية وقولوا للرعية يوسف العنيد يفعل مضخات. فعلنا غزوة الجواكت. الثاني كان يقولوا اوه انت مجنون تفعل جواكت هكذا لانه في ناس ما كانش يجوا يشتروا طبيعي بس لبس الجاكيت وقع بك شيء. وفي ناس كان يلبس الجاكيت ويجي يشتري مضخة. وصلت لمرحلة انه كان يجوا الزباين نشتري مضخة بس نشتري جواكت. والثاني اللي لبسوه ما يشتروش لكن خليك نملة وكل سكر. وبكن دخلت ثلاثة واديت لهم جواكت وجو اشتروا منك. انا بنعلمكم حاجة فعلتها بلاش مع الرغم انه المفروض ما اقول لكم لكن عادي. خليك نملة وكل سكر. يا هنا يا هنا. بعد باقي اشياء ثانية وخطط حالية. لا تحكوا حد. يا هنا يا هنا.